البريك مش موبايل. حاول على قد ما تقدر في الوقت بتاع البريك ما تحاولش تمسك الموبايل، لان في وقت البريك لو مسكت الموبايل انت بدل ما كنت هتاخد 5 دقايق او 10 دقايق بريك، انت دلوقتي هتضيع منك وقت كتير في البريك، ممكن تعدي عن الساعتين او الثلاثة. وفي الحالة دي انت دلوقتي انت ما بتاخدش بريك، انت بترهق دماغك ولكن بحاجات تانية زي السوشيال ميديا او الحاجات التانية زي السكرول. فانت دلوقتي بترهق دماغك اكتر. وعلشان تبقى في حالة البريك دي تبقى مفيدة ليك، اللي هو ال5 دقايق ولا 10 دقايق، حاول على قد ما تقدر انك تقوم تتوضى وتصلي ركعتين فيهم، او حاول تتمشى في ال5 دقايق دول، او تاخد نفس عميق، اي حاجة تطلعك من المود ان دماغك ما تحاولش تركز في الحاجة اللي هي بتعملها قوي، يعني حاول تبعد دماغك عن اي تركيز زيادة عن اللزوم. وفي الحالة دي البريك مش سكرول على السوشيال ميديا، البريك لازم تخرج دماغك من المود اللي هي فيها خالص، وتخلي المخ يعني زي نظام ياخد عملية استرخاء على قد ما تقدر. وفي المرحلة دي حاول تزود وقت المذاكرة تدريجيا، ما تحاولش تقول انا هقعد اذاكر 6 ساعات او 8 ساعات، حاول تقول انا هذاكر النهاردة ساعتين، وكل يوم حاول تزود لو كل يوم نص ساعة زيادة. واحدة واحدة مع الوقت هتلاقي المذاكرة بتزيد معاك بطريقة حلوة وكويسة، وفي نفس الوقت انت ما بتحاولش تضغط على مخك. فانت هنا المذاكرة بعد شهر ولا حاجة هتبقى انت بتذاكر 10 ساعات من غير ما تحس، وفي نفس الوقت انت هتبقى عادة معاك انك كل يوم تزود. وبعد فترة تصبح المذاكرة شيء عادي غير ممل. وما تحاولش تضغط على مخك في طريقة المذاكرة، لان لو ضغطت على مخك انت دلوقتي مخك هيتشتت ومش هيذاكر بطريقة كويسة جدا.